أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم العناوين. وضع خطة لإنجاح تطعيم الحصبة في شمال البحر الأحمر. جمع محصول الفواكه والذرة في قرست. جهود لرفع الإنتاج الزراعي في فورو. بوتين يستقرب من خطوات واشنطن غير الودية تجاه روسيا. وسط توتر نووي روسيا تراقب مناورات الحرب العالمية الثالثة. والمفوضية الأوروبية ترفض ميزانية إيطاليا المقترحة وروما تتمسك بها. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وضعت مؤسسات الحكومة والجبهة في إقليم شمال البحر الأحمر خطة لإنجاح حملة التطعيم ضد الحصبة والحميرة التي ستجري من 21 وحتى 30 من نوفمبر القادم. ووضع مسؤولو المؤسسات في مديريات نقفة وأضبحة وقارورة وأفعابت في الاجتماع الذي عقد في مدينة أفعابت الخطة بعد الاستعدادات لتنفيذ فاعل للحملة. وقال مسؤول صحة الأسرة والمجتمع في مكتب وزارة الصحة بالإقليم السيد زدنجيل قورقوريوس في الكلمة التي ألقاها إن هدف الحملة تعطية التطعيم لأكثر من 95%، ويتوجب تعزيز التنسيق بين الإدارات والوزارات ومؤسسات الجبهة والاتحادات الوطنية لإيصالها إلى المناطق النائية. وأشار مسؤول التعبئة والإرشاد السيد آلم سجد برهاني إلى الدور الهام للأعيان ورجال الدين، داعيا لتعزيز التعاون لاستخدام موارد المنطقة للوصول إلى القرى النائية. من جانبه أكد مدير مديرية أفعابت السيد أحمد محمد نور رجب في ختام الاجتماع على العمل بكل المستطاع لتقوية مشاركة المواطنين في البرنامج. جرت أعمال فاعلة لجمع محصول الفواكه والسمسم في مشروع قرست الزراعي وزراعة الخضروات. وأوضح مسؤول الزراعة في المنطقة الغربية في مفوضية المواشي والغلال السيد حيلزقي هبته أن العمل الذي جرى بالنفير مكن من جمع السمسم المزروع في مساحة حوالي 65 هكتارا. من جانبه دعا مدير مديرية قلوج السيد دسيزر ميكائيل مدراء الضواحي ولجان القرى للعمل الجاد لتقوية تنظيم الشعب لتنفيذ أنشطة مماثلة. وأوضح السكان عن مشاركاتهم في النفير إدراكا لفائدة البنية التحتية المرسية في منطقتهم للأجيال. في غضون ذلك أفاد مراسل وكالة إيرينا أن السمسم المزروع في مساحة 600 هكتار والذرة في مساحة 800 هكتار والحمص في مساحة 200 هكتار بمشروع كتاي الزراعي بمديرية قلوج نمى جيدا لغزات الأمطار، وتجري عملية حصاد السمسم بدعم الآليات. دعا مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس المواطنين للعمل الدؤوب وتقوية التأطير لتسخير موارد منطقته لصالحه. وأوضح في الاجتماعات التي عقدها لسكان ضواحي أقرع ولابا واندلال وبقلامريت وبيان ونقفة وأبيلو أن النجاح يتحقق بالعمل الجماعي، وأن الإنجازات المحققة في سنوات الاستقلال في المجالات كافة نتاج ذلك، وأن ثقافة العمل النشط والإنتاجية من العوامل الهامة. وحث على مواصلة فاعلة لأنشطة حماية التربة وحفظ المياه للدفع بالإنتاجية وضمان تحقيق الأمن الغذائي، مناديا سكان ضاحية النقفة للدفع بعملية تجميع القرى للاستفادة الجيدة من الخدمات الاجتماعية. وأكد المجتمعون على العمل لاستغلال موارد محيطهم، مطالبين للاهتمام بالطرق غير السالكة في المديرية وحل نقص المياه في بعض المناطق. نظم مكتب وزارة الزراعة في مديرية فورو دورة تدريبية ل28 مزارعا من مناطق زولا وأفتا وحديش وإيرومالي وملكا لرفع الإنتاج الزراعي.
وتضمن التدريب تنمية ووقاية النباتات وزراعة الخضروات والفواكه وحماية التربة وحفظ المياه واستخدام السماد والمبيدات. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية سيد تسفاي تولدي أن الدورة التدريبية تساعد المزارعين لدعم خبراتهم، داعيا لنقل المعرفة المكتسبة إلى المزارعين الآخرين والإبلاغ سريعا في حال مشاهدة ظواهر غريبة في المزارع. وتضم مديرية فرو مساحة حوالي 9000 هكتار من الأراضي الزراعية. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. في الأنباء العالمية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تستغرب من خطوات واشنطن غير الودية وغير المبررة. وقال بوتين خلال لقائه مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أن موسكو تستغرب من خطوات واشنطن غير الودية وتندهش في بعض الأحيان أن ترى كيف تتخذ الولايات المتحدة خطوات غير مبررة على الإطلاق تجاه روسيا. من جانبه أشاد بولتون بأجواء مباحثاته في موسكو مع المسؤولين الروس، وقال إن الرئيس دونالد ترامب يرقب في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش الاحتفالات بذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى في 11 من نوفمبر. وكان بولتون قد التقى سابقا مع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي ووزير الدفاع الروسي شويجي، حيث ناقشوا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك سوريا وأوكرانيا وأفغانستان ومعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. يستعد حلف شمال الأطلسي لإطلاق أكبر مناورات عسكرية منذ نهاية الحرب الباردة على حدود روسيا غدا الخميس، ما اعتبرتها وسائل إعلام غربية مناورات الحرب العالمية الثالثة، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وموسكو على خلفية اتهامات متبادلة بانتهاك المعاهدة النووية. ومن المقرر أن تنطلق مناورات الحلف بين 25 من أكتوبر والسابع من نوفمبر، ويشارك فيها 50,000 جندي و150 طائرة و60 سفينة حربية و10,000 مركبة عسكرية. وستجري المناورات بمشاركة أعضاء الحلف 29. وتقع منطقة التدريب الرئيسية على بعد نحو 1000 كيلومتر من الحدود النرويجية التي يبلغ طولها 197 كيلومترا مع روسيا في القطب الشمالي، في حين يمكن أن تجري التدريبات الجوية على بعد 500 كيلومتر. وتأتي المناورات في ظل توتر متصاعد بين روسيا والولايات المتحدة، إذ اتهمت مبعوثة واشنطن لدى الحلف موسكو بانتهاك معاهدة النووية المتوسطة عام 1987، مهددة بتدمير الرؤوس الحربية التي تطورها موسكو في برامج سرية. أمهلت المفوضية الأوروبية الحكومة الإيطالية 3 أسابيع لمراجعة ميزانيتها للعام 2019 وتقديم مقترح جديد، وذلك بعد رفضها للميزانية التي أعدتها الحكومة الشعبوية التي يرأسها جوزيبي كونتي بسبب تجاوزها للحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد. ورفضت المفوضية الأوروبية الميزانية المقترحة لإيطاليا للعام 2019 وطالبت بخطة مالية جديدة، وذلك لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي حسب ما أفاد به مصدر أوروبي. وتراجع المفوضية الزراعة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة ميزانيات اقتصادات منطقة اليورو 19 للتأكد من التزامها بمعايير العجز وغيرها من المعايير. وتقول الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بعجز بنسبة 2.4% من دخلها الاقتصادي السنوي العام المقبل، وسيفاقم هذا العجز ديون إيطاليا المتراكمة والتي تبلغ نحو 130% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد كثيرا عن سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 60%، ويشكل ثاني أكبر عجز في أوروبا بعد اليونان.
قالت منظمة الشرطة الدولية الإنتربول إن مداهمات منسقة للشرطة في 116 دولة أسفرت عن مصادرة 500 طن من العقاقير الطبية غير القانونية المتاحة عبر الإنترنت، من بينها أدوية سرطان مغشوشة وأقراص مسكنة للآلام مغشوشة أيضا ومحقنة طبية غير قانونية. وقالت منظمة الإنتربول التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا إن العملية أدت إلى القبض على 859 شخصا ومصادرة عقاقير طبية من المحتمل أن تكون خطيرة تقدر قيمتها بنحو 14 مليون دولار. وتزايدت في السنوات القليلة الماضية تجارة الدواء غير القانونية على الإنترنت مع تنويع العصابات الإجرامية لأساليبها وسعيها لاكتشاف زبائن جدد من خلال الإنترنت. وهذه ثاني عملية كبيرة تتعلق بالعقاقير الطبية ينفذها الإنتربول في هذا الشهر. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.